والله أنا هبطت المسيرة استجابة لنداء شبكة تكونت مجموعة من الأحزاب ومجموعة من الجمعيات والشخصيات للاحتجاج على سياسات العامة للسلطة الحاكمة، سياسات عمومية في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، على كل المستويات فشل ذريع ويعني توجهات انحرافات كبرى تتجه نحو الحكم الفردي الدكتاتوري، منع من الكلمة، الصحفيين اليوم في السجن، المدونين اليوم في السجن، شباب اليوم في السجن، محامين في السجن، يعني ما بقاتش حتى فئة من الفئات الاجتماعية إلا وتمست بهذا. اليوم الحل هو أن السلطة ما عادش إمكانية لاستمرارها، السلطة هذه لابد أن ترحل كما رحلت سلطات عديدة قبلها، لا يمكن لها أن تستمر بهذه الوضعية، لا يمكن الاستمرار، حالة من الاختلاق، حالة من الانسداد السياسي، أزمة سياسية كبرى، مناخ معناها سياسي يعني مناخ لا يشجع على العمل السياسي. شوفوا إقصاء الشباب من الانتخابات، إقصاء النساء من الانتخابات، إقصاء معناها الأحزاب والمنظمات وإقصاء المنافسين على المشاركة في الانتخابات، وننتظر أن انتخابات باش تكون 90% و94% باش نرجعوا العهد قبل. إذا كان موجة من التخويف هذا وموجة من الهرسلة وموجة من إقصاء المنافسين، ننتظر إلا انتخابات على أشكال الانتخابات السورية في الدكتاتوريات العالم الثالث اللي هي تفوق 90%، وهذا في الحقيقة نكسة وانتكاسة كبيرة للتجربة الديمقراطية في تونس المدنية، تونس الحداثة، تونس كنا ننتظر أكثر من هكا، وتونس تستحق أكثر بكثير مما نحن عليه. هو موجودين من أجل عودة الديمقراطية، من أجل الحرية، من أجل أنه احترام الدستور اللي كان صادق عليه مجلس نواب منتخب، مجلس تأسيسي منتخب. هذا انقلاب، احنا جينا باش ننددوا بالانقلاب وباش ننددوا بكل يعني التجاوزات القانونية وعدم احترام إرادة الشعب، رغم أنه السلطة ورئيس السلطة دائما ينادي بأنه يمثل الشعب، ولكن إرادة الشعب لم يتم احترامها ووقع الانقلاب عليها. جينا من أجل المطالبة باحترام الديمقراطية، احترام الحرية، والعودة إلى المسار الانتقالي الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الاستبداد. هو النضال السلمي والمستمر هو سبيلنا الوحيد من أجل يعني عودة الإرادة وعودة السلطة إلى أصحابها اللي هو الشعب، واحترام إرادة الشعب. هذا لا يمكن إرساؤه إلا بالنضال السلمي والمستمر والدوام ينقب الرخام.